اسمي جهاد سامي فاروق، سني 27 سنة. أنا شغالة في الخوص. أنا حدوتي دي بتاعة الخوص دي، أنا كنت الأول بضفر الضفيرة وبشتغلها وببيعها للناس. بعد كده لما أهل جوزي نشطوني إن أنا أشتغل في الشنط وحتة الشنط دي، فأنا كنت شغالة الأول معاهم، بس أنا فكرت ليه ما أشتغلش لوحدي. بصراحة قابلتني حتة المادية، كانت السيولة معايا مش تمام. فقابلت ناس جيراني من هنا وكلموني وقالوا لي احنا خليكي تتواصلي مع شركه التنميه، وهي دي اللي هتريحك في الكارد وتظبطي بالدنيا. وخلصت لي فعلا الكارد بتاعي وما قابلتنيش اي عواقب نهائيا. بصراحه هم ادوني الفلوس على طول وصرفوا لي الفلوس على طول، ما تاخروش، يعني في نفس اليوم اللي انا رحت فيه اخدت فيه الفلوس. أنا أول مبلغ أخدته 10,000 جنيه. الأول ده أول حاجة أنا أخدته عشان أجيب بيه مكن. تاني مبلغ كان 12,000 جنيه، ده أنا أخدته عشان أزود العمالة بتاعتي وأزود الخامات بتاعتي. كانت ناقصني الخامة التقيلة دي، كانت ناقصاني، دي سعرها غالي عليا شوية فكانت ناقصاني، فأنا بسافر بلد بروح أجيبها منها. نفسي إن مشروعي ده يكبر أكتر، أتعرف أكتر، أتشهر أكتر، أوسع مشروعي أكتر مع الناس، أرزق ناس كتير، لأن في ناس فعلا محتاجة الرزق. أنا بنصح أي حد يفكر ويخش التجربة، لأن التجربة سهلة جدا مش صعبة، وبصراحة يعني الدنيا كويسة ورزقها أكتر ورزقها حلو ومش صعبة. طبيعي إن أي حد بيخاف في حتة الشغل، اللي أنت بتغامر بفلوس كتيرة، بتغامر باللي معاك، فأنت مش ضامن، بس برضه الأرزاق بالله. واسعى يا عبد ونسعى معاك.